ازيكم عاملين ايه؟ وصفتنا النهاردة وصفة رهيبة وخاصة في الأيام دي. أنا صراحة البيت عندي كله عيان، دور البرد، أطفال والصغيرين مش سايب حد، فهعمل لكم وصفة خطيرة وفي نفس الوقت طعمها تحفة. أيوة زي ما انتوا عرفتوا، شوربة الخضار، بس صدقوني مش بتاعة المستشفى أبدا، دي كده وجبة سحرية وكمان طعمها تحفة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. هنعمل شوربة الخضار النهاردة بالكرفس، وطبعا كل الخضار اللي موجود عندك في السوق او اللي موجود في تلاجتك هيبقى مفيد وتحفة وجميل، وهتبقى احلى شوربة خضار. انا جبت عندي الفاصوليا وجبت بسلة وجزر والبطاطس. جماعة البطاطس ليها فوائد واهمية كبيرة جدا، بس المهم انها ما تبقاش مقلية، يعني ناكلها بطريقة صحية. والكوسة فوائدها رهيبة. فتعالوا نشوف هنقطع كل الخضار بتاعي ازاي ونبتدي نعمل معانا الوصفة. وطبعا المكون الرئيسي بتاعي او اللي هو سر الوصفة دي النهاردة هو الكرفس. الكرفس يا جماعة في شوربة الخضار بينقلها نقلة تانية تحفة، ريحته وطعمه جميل جدا جدا جدا، وهو التيست كله بيبقى في الكرفس. فالكرفس دوت اساسي جدا في وصفتنا النهاردة. هجيب عندي حلة وابتدي اشوح فيها الكرفس مع معلقة زيت او معلقة سمنة زي ما تحبي. هشوحهم كويس قوي. ازاي؟ بعد ما شوحنا الكرفس هبتدي اضيف الخضار اللي بيغيب شوية في السوى، اللي هو الفاصوليا والبسلة والجزر. هقلبهم تقليبة كده مع الكرفس، وهبتدي اضيف عليهم الشوربة، شوربة فراخ او شوربة لحمة. بس بلاش يا جماعة المرقة، لان اضرارها اكتر بكتير من منافعها، وانا ممكن استغنى عنها بشوية توابل. هبتدي اضيف الشوربة واسيبها مثلا 5-7 دقايق بس يستووا، وبعدين اضيف عليهم الكوسة والبطاطس في الاخر، لانهم ما بياخدوش وقت خالص غلوة وبطفي عليه. وكده كده شوربة الخضار نفسها ما بتاخدش وقت ومش بتغيب في السوى، لان احنا عايزين نحتفظ بجزء كبير من الفيتامينات اللي موجودة في الخضار. فانا ما بهريهاش وفي نفس الوقت ما بخليهاش تستوي كتير على النار. هقلب الخضار تقليبة واسيبه يدوب البطاطس غلوة وبتكون استوت. شايفين عندي الخضار محتفظ بلونه ومحتفظ بقوامه، ما تهراش في الشوربة ولا اي حاجة. هنا هبتدي اضيف تركاية بقى، دي بتاعت مامتي حبيبتي، معلقة جنزبيل ومعلقة صلصة بيتي، مش صلصة معلبة، لان احنا متفقين ان عايزين الشوربة دي صحية وتعالجنا من دور البرد الرخم بتاع الشتاء. بتدي الشوربة في حتة تانية معلقة الصلصة دي كده، وبتوديها في حتة تانية. طبعا لو مش عايزين نحط معلقة الصلصة ملهاش اي لازمة بالنسبة لك، ما تحطيهاش. برضو خطوة ان انتي تشوحي الكرفس في سمنة مش عايزاها، براحتك خالص، ممكن تحطيه كده مع الخضار بس. ودي عندي هيبقى طبق الشوربة جاهز، وطعمه رائع بجد والله بجد. لو جربتوها عمركم ما هتقولوا تاني على شوربة الخضار دي اكل عيانين يعني. وهنا ده طبق الشوربة بتاعي بعد ما قدمته. هبتدي ازوق مثلا الطبق بعود كرفس. طبعا ليمون ده شيء اساسي في اي شوربة يعني. احنا لما بنيجي عادة نزوق الطبق بتاعنا او نقدمه، بنحاول نقدمه بشكل لطيف كده، لان العين بتاكل قبل البق يعني. فبقدمه مثلا بحط فيه نفس المكونات اللي انا عاملاها في الوصفة نفسها، يعني انا مستعملة في الشوربة كرفس، فبزوق بالكرفس، بزوق بالجزر، بزوق باي مكون من مكوناتها. بالإضافة إن الليمون طبعا أساسي رقم 1 جنب أي شوربة. فده بقى شكل النهاردة، وده كان طبق النهاردة. أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم النهاردة والوصفة نالت رضاكم. لو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي جاية. هستناكم وهتوحشوني. بحبكم. سلام عليكم.